في الفيديو ده هقول لكم على طريقه سحريه ازاي تنضفوا بيها اي بقعه موجوده في المراتب بتاعتكم بطريقه سهله جدا، وسيبكم من اي طريقه انتوا شفتوها في اي فيديوهات تانية قبل كده. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا الفيديو معايا للاخر. دي خلطة سحرية لتنظيف وغسيل المراتب من غير ما نأثر على السوست بتاعتها. كل اللي هنحتاجه حاجة فاضية وهنفضي فيها كوباية مية درجة الحرارة بتاعتها تكون 50 درجة مئوية. بعد كده هنفضي عليهم نص كوباية كلور أبيض. بعد كده هنحط عليهم معلقة كبيرة من أي مسحوق بودر احنا بنستخدمه عندنا في البيت. بعد كده هنفضي عليهم كيس بيكنج صودا ونقلبهم بقى في بعض كويس. بعد كده بقى هنجيب عندنا أي بخاخ فاضي ونفضي فيه الخلطة اللي احنا عملناها ديت ونركنه بقى على جنب دلوقتي. هنجيب بقى حاجة تانية فاضية برضو وهنفضي فيها شوية مية سخنين وهنحط عليهم شوية خل وهنحط عليهم شوية فانيليا. بعد كده هنحط عليهم اي معطر احنا بنستخدمه عندنا في البيت، ولو ما عندناش غطا صغير من اي نوع شاور احنا بنستخدمه عندنا في البيت. نقلبهم في بعض كويس وتعالوا بقى معايا. هترشوا بقى المرتبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده او مكان البقعه اللي انتوا عاوزين تنضفوها وباي سفنجه اطباق وهتمسحوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهتلاقيها بتنضف معاكم بالمنظر ده. وبعد ما نخلص بقى خالص هنجيب الخلطه الثانيه اللي احنا عملناها في الاخر دي وهنجيب عندنا اي فوطه قطن تكون لونها ابيض ونحطها بقى في الخلطه اللي احنا عاملينها ديت، وبعد كده نعصرها كويس ونمسح بيها بقى المرتبه. واخر حاجه بقى ان احنا ننشف المرتبه كويس، يا اما نحطها في الشمس او نشغل قصادها مروحه، او لو بننضف فيها بقعه صغيره ننشفها على طول بالاستشوار. ما تنسونوش بقى بدعوه حلوه وتدوسوا على القلب اللي في الجنب ده وتعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يقدر يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.